اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم في كام نقطة أساسية في البداية كده عشان نبدأ إن إحنا نخش في الكورس بتاعنا. هنا الحاجات دي تكون سهلة إن شاء الله. الاستخدامات اللي ممكن نستخدمها للبايثون، طبعا الداتا أناليسيس ده هيكون المحور بتاعنا كله. هنحاول نتعمق فيه على قد ما نقدر وهندرس فيه كام حاجة. هنسترجعهم مع بعض كده وإن شاء الله نكون كلنا مستفيدين، وهكون أنا من المستفيدين برضه عشان هابدأ إن أنا أسترجع حاجات كنت شغال عليها. الماشين ليرنينج هو معتمد في الأساسي على الداتا أناليسيز، بس بيكون very very advanced، بيتكتب فيه algorithms كتيرة علشان خاطر إن أنت الداتا الكبيرة عندك بتقدر إن أنت تخلّي الآلة بتاعتك تبدأ تتعلّم منها وإن هي تطلّع منها نتايج وforecast والكلام ده كلّه. الweb development طبعًا الPython بيستخدم فيه استخدامات كتيرة منها الweb development، الdesktop applications تقدر تعمل منها desktop applications. في كذا مكتبة في tkinter وإن أنت تقدر تطلّع منها EXE ملفات EXE وتقدر تربط عليها قواعد بيانات SQLite، مش محتاج إن أنت تربطها على SQL server. scripting and automation هنحاول برضه إن إحنا نتكلّم فيه شوية. إن أنت إزاي تعمل automation للشغل بتاعك. ممكن تعمل منه كذا حاجة. إن أنت لو أنت الشغل بتاعك بتشتغل على حاجات ليها علاقة بالويب زي جوجل كروم، تقدر إن أنت تعمل automation على جوجل كروم، وتقدر إن أنت تعمل automation على الإكسل، على الساب، على باوربوينت، على أي حاجة تقدر تعمل automation على وورد. حاجات كتير جدًا تقدر ميزة البايثون إن هو بيقدر يعمل integration على تقريبًا كل حاجة موجودة في الويندوز عندك. البلاتفورمز بقى اللي أنت تقدر تشتغل منها على البايثون، في حاجات كتيرة جدًا تقدر تشتغل منها، بس أشهرهم اللي هو جوبيتر والجوبيتر نوت بوك والفيجوال ستوديو. في ناس بتحب تشتغل على جوبيتر نوت بوك وعلى الفيجوال ستوديو. أنا هاجيب لك الفرق ما بين الاتنين وليه أنا باحب أشتغل على الفيجوال ستوديو. هنا الجوبيتر نوت بوك ده كمثال، ده الواجهة بتاعة الشغل على الجوبيتر نوت بوك. لو أنت عاوز تكتب أوامر مثلًا إن أنا هاستدعي ده مكتبة البانداس، فباكتب import pandas as pd وباكتب الفايل بيساوي pd.read_csv، وبتكتب اسم الفايل بتاعك name.csv، وبتقدر إن أنت تستدعي البيانات بتاعتك. بتعمل run بيقرا الفايل بتاعك اللي هو الname، الفايل اللي أنت عاوز تقراه في مكتبة البانداس جوّه البايثون. وخلاص هو بيقراه من هنا وشكرًا. أنت بس المشكلة هنا إن أنت لازم تكون، هو طبعًا هنا مش لاقي الفايل، فأنت هنا لازم تكون حافظ الدوال دي بالضبط. لكن عندي أنا هنا في الvisual studio code الموضوع أسهل ليه؟ لإن بيجيب لي هو زي hint، يعني أنا ممكن أكتب import pandas as pd. بُص هو بيبدأ يكتب لي. ممكن إن أنا أكمّل منّه خصوصًا في البداية أنت طبعًا ما بتبقاش حافظ الكلام دوّة يعني، ومش مطلوب منّك إن أنت تحفظ أصلًا الunderscore والكلام ده، لإن هنا هيسهّل عليك. تكتب الفايل بيساوي pd.read. هنا بقى جايب لي كل الاختيارات CSV وExcel، الHDF، HTML، JSON طبعًا بيقرا JSON، SPSS لو أنت عاوز تعمله بعد كده ممكن يقرا من الSQL وينفع يwrite طبعًا في الSQL. فباكتب read، ممكن أختارها وممكن أكتبها على حسب التعود بتاعك. بتكتب وبعد كده بتكتب الفايل نيم دوت CSV. فأنا بالنسبة لي شايف إن الفيجوال ستوديو كود أفضل بكتير من الجوبيتر نوت بوك. وكمان هنا ال الدالة نفسها أو الفانكشن اللي أنت بتكتبها بيجيب لك الحاجات اللي أنت ممكن تختارها فيها أو الكلام ده كله، الاتريبيوتس بتاعة الفانكشن نفسها. يعني CSV هيبدأ يجيب لك الاتريبيوتس بتاعتها زي كده، زي بتكتب دي CSV، فهنا بيكتب لك الاتريبيوتس هي على اليمين ظهرت كل الحاجات اللي انت ممكن ان انت اوبشنز في القرايه. انا ممكن اختار جوه الملف نفسه، ممكن اختار تابة معينه او عدد لاينز او الكلام ده كله. بالنسبه للفيجوال ستوديو كود هتخش على الموقع، هحط اللينك بتاعه. الفيجوال ستوديو كود هو طبعا مجاني مفيش مشاكل، بتنزله وهقول لك ازاي تسطب البايثون عندك على الجهاز. بعد ما تنزله تعمله داونلود، هتخش على
بايثون، تكتب في جوجل، أروح على جوجل أكتب بايثون 3 داونلود بايثون، أروح على آخر فيرجن هنا، دوس داونلود، هينزل لي أختار البلاتفورم اللي أنا شغال الويندوز اللي أنا شغال عليه. لو أنت شغال ماك أو إن أنت شغال ويندوز 64 أو 32، بتنزل الفيرجن اللي مناسب للجهاز بتاعك وبتبدأ تسطبه، والموضوع سهل جدا. ممكن لما بتبدأ تسطب ال البايثون بيظهر لك فيه اللي هو الانستول بيب، البيب لايبرري. البيب لايبرري دي اختصارها إيه فايدتها؟ هقول لك دلوقتي. البيب دي ان انت لما بتيجي تشتغل على البايثون بيكون في عندك مكتبات كتير جدا. طبعا في مكتبة خاصة بالويب ديفلوبمنت، في مكتبة خاصة بال داتا اناليسيز، في مكتبات خاصة بالداتا اناليسيز، في مكتبات خاصة بالديسكتوب ابلكيشن. فانت لازم تعمل استدعاء للمكتبة اللي انت تشتغل عليها علشان يبدأ ان انت تكتب الفانكشنز بتاعتها. يعني انا هنا كتبت له import pandas as pd، هنا استدعيت مكتبة البانداز. لو ما كتبتش الامر ده مش هيبدأ ينفذ لي اي حاجة في البانداز. طيب المكتبة دي بتكون عندي على الجهاز. حلو، المكتبة دي بقى أجيبها منين؟ البيب هو اللي بيجيبها لي. إن أنا بعمل بعد ما بتسطب البيب بتخش على الموقع بتاع البيب تعمل له انستول. لو أنت مسطبه مع البايثون من اللينك هنا خلاص. لو مش مسطبه بتخش تعمل له داونلود من هنا وترن عليه من السي في الفولدر اللي هو فيه، وترن عليه من السي ام دي الكوماند ده. غير كده انا شايف ان انت تنزله من هنا من البايثون 3 وتعمل له انستول من جوه الانستولر بتاعك على طول، خلاص الموضوع هيشتغل معاك. ازاي بتقدر تعمل انستول لاي مكتبه؟ بتجيب اسم المكتبه مثلا ادي بانداز، وبتكتب انستول بيب مثلا، تدخل على المكتبه. بص الموضوع سهل جدا، بيب انستول بانداز، تفتح السيم دي تكتب بيب انستول بانداز. لو دوست انتر هيبدأ يسطب لي المكتبة بتاعتي وخلاص ظهرت عندي واقدر ان انا اشتغل عليها. ممكن اكتب بيب لو في مكتبات تاني، في مكتبة سيلينيوم مثلا، يعني سيلينيوم، سيلينيوم. لو عملت في السيلينيوم بيب انستول سيلينيوم، خلاص انت كده سطبت السيلينيوم. وساعتها ان انا اقدر اعمل فروم سيلينيوم اها import سيلينيوم، بدأ ان هو يجيب لي السنين المكتبات اللي انا هشتغل عليها. حلو. خلاص كده اللي كنت عاوز أقول المكتبات اللي إحنا هنبدأ نشتغل عليها. في عندي مكتبة بانداز، دي خاصة بالداتا أناليسيز، خاصة إن هي تشتغل بيها على بيج داتا، تقدر تعمل منها كل حاجة أنت مطلوب منك إن أنت تعملها على البيج داتا بتاعتك. في مكتبات تاني بس دي أشهرهم ماتلاب، المات بلوتلib والسيبورن، دي مكتبات خاصة بالجرافس اللي انت بتقدر ترسم منها جرافس خاصة بالداتا بتاعتك بعد ما بتربطها بالبانداز. طبعا البانداز جواه برضو جرافس، بس المكتبتين دول أكثر شمولا وتوسعا عن الجرافس اللي جوه البانداز. أنا شخصيا بعرف أشتغل، يعني الأفضل إن أنا أشتغل على السيبورن أكتر من المات بلوت. دي كانت أول حاجة. يا رب إن شاء الله نكمل المرة الجاية. إن شاء الله نبدأ نخش في الفانكشنز بتاعة البايثون بإذن الله. هشرحهم كلهم في درس واحد، اللوب كل الفانكشنز اللي موجودة جوه البايثون بإذن الله، الفرق بين الليست وال والاري إن شاء الله برضو نبدأ ندخل في اللوب والإف الشرطية والكلام ده كله. الموضوع ده سهل جدا. أسهل حاجة في البايثون إنها كأنك بتتكلم مع واحد صاحبك، كأنك بتتشات مع حد. ليه مصادر كتير جدا، كوميونيتيز كتير جدا على النت تقدر تتعلم منها. في ناس كتيرة جدا بتشرح حاجات كتيرة في البايثون، كل واحد له أسلوبه.
إن شاء الله يا رب إن أنا أقدر أكمّل السلسلة دي وندخل في حاجات advanced بإذن الله.